السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المكرونة بشاميل بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. شكلها او طعمها خطيرة، جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. انا بشكر كل حبايبي الجداد اللي دخلوا عند القناة، نورتوني وشرفتوني، ودعمكم ليا ده على دماغي من فوق. ربنا يسعد قلوبكم جميعا زي ما بتسعدوني يا رب. والكومنتات الحلوة بصراحة بتفرحني، ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني يا رب. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، شوية مكرونة كده تتاكل يعني من غير اي حاجة جنبيها. بسم الله ما شاء الله، خطيرة. جربوا الطريقة دي ان شاء الله، يا سهلة جدا وان شاء الله الطريقة تعجبكم. واتمنى من حبايب قلبي يكملوا الفيديو للاخر عشان في تفاصيل ما ينفعش ان هي تفوتكم. زي ما انتم شايفين كده، شايفين؟ يلا مع بعض نشوف الطريقة. هنا عندي حلة على النار، حطيت فيها مية بتغلي. نزلت فيها بمعلقة ملح ومعلقة زيت، وحطيت المكرونة هسلقها 3/4 سلق وهرفعها من على النار. حلة تانية هنزل فيها بمعلقتين سمنة كبار، وكمان هنزل فيها بصلتين كبار. زي ما انتم شايفين كده، هخليها البصلة تتبل مش هتاخد لون، وهنزل باللحمة على طول. هنا انا هعمل العصاج بتاعي، مش هحط عليه فلفل ولا طماطم. لو عايزة تحط عليه جرن فلفل احمر او اخضر، اي لون تحطيه على اللحمه المفرومه بيديها طعم حلو بصراحه. وكمان لو عايزه تحطي طماطميه بتديها طعم حلو. زي ما انتم شايفين كده، هنعمل مع بعض البشاميل. آه، البشاميل هنعمله بطريقه سهله خالص، يعني مش صعب يعني سهل. بطريقه رهيبه. بس زي ما انتم شايفين كده انا بعمله بالطريقه دي. 4 معالق سمنه كبار و4 معالق لبن دقيق كبار زي ما انتم شايفين كده. هحمص الدقيق مع السمنه. طبعا طبعا عند النار متوسطة خالص عشان ما يشتش منك. زي ما انت شايفة كده، لا بفضل اقلب فيه لحد ما بيتفرول مني زي ما انت شايفة كده، وهنزل عليه باللبن. اللبن طبعا يكون دافي، ما فضلش اللبن يكون ساقع في الحتة دي عشان بس ما يكلكعش منك. زي ما انت شايفة كده. هنزل بمعلقة من الملح على الكمون او فلفل اسمر حسب ما البهارات اللي انت عايزة تحطيها. وهنا كمان تركايه بسيطة خالص، نص مكعب ماجي، اي نوع انت بتفضليه، بيديله طعم حلو الصراحة. لو عايزة تستغني عنه مش مشكلة. زي ما انتم شايفين كده ده الشكل النهائي. بس اتمنى من حبايب قلبي الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. زي ما انتم شايفين كده، احنا خلاص حطيت في قعر الصينية من تحت مادة دهنية، ونزلت بنص كمية المكرونة. وكمان هنزل على نص كمية المكرونة اللي حطيتها شوية بشاميل كده على الوش زي ما انتم شايفين. هنا حطيت اللحمة المفرومة، مش حطيت عليها اي اضافات النهاردة، حبيت اعملها معاكم سادة زي ما انتم شايفين كده. هنزل بنص كمية المكرونة اللي باقية، وبعد كده هحط البشاميل. طريقة سهلة وبسيطة خالص، يعني مش صعبة ولا اي حاجة خالص، تقدري تعمليها وانت مغمضة. شايفين؟ هنا عندي كمية البشاميل حطيتها، وهنزل عليها شوية كده تركة بسيطة خالص بتحليها وبتخلي الوش بتاعها كويس. شوية جبنة موتزاريلا، اي نوع انت بتفضليه، ميكس اي نوع انت بتفضليه. طبعا الفرن بيبقى على درجة حرارة 180، بحطها على الرف اللي في النص. لو الفرن مش عندك شغال من فوق ومن تحت، بتشغلي من تحت لحد 10 دقايق كده، وبعد كده تاخد لون الوش وخلاص على كده. لو شغال عندك من فوق ومن تحت، بتشغلي النار من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.